السلام عليكم. سنحضر اليوم وصفة نباتية غنية بالبروتين يحبها الصغار والكبار. زبدة الفول السوداني. نحتاج إلى 9 أكواب من الفول السوداني الني. نحمصها على دفعات بالفرن أو القلاية الهوائية، مع الحرص على استمرار التقليب من حين لآخر لنصل إلى النتيجة المطلوبة من التحميص. الآن أصبحت جاهزة. نقوم بوضعها في صحن حتى تبرد وتكون بحرارة الغرفة. نقوم بنفس الخطوات مع باقي الكمية. نحتاج هنا إلى كوب من الكاجو نحمصه بنفس الطريقة. سنقوم بصنع مزيج رائع منه مع الفول السوداني لاحقاً. سنبدأ الآن بخلط الفول على دفعات حتى نحصل على قوام خشن بالبداية. ثم سنواصل الخلط حتى نحصل على خليط أنعم. سنحتاج في هذه الوصفة إلى 100 ملي من زيت جوز الهند. سنضيفها بالتدريج. كل 3 أكواب من الفول يحتاج إلى 20 مل من زيت جوز الهند. نحتاج إلى 4 ملاعق من عسل النحل الصافي. نضيفها بالتدريج. كل 3 أكواب من الفول السوداني نحتاج إلى ملعقة من العسل ورشة من الملح لتعزيز الطعم. نفتح الخلاط ونتفقد درجة نعومة الخليط. ثم نصبه في وعاء ونخلط حتى نتأكد من ليونة الزبدة. يمكن إضافة ملعقة إضافية من زيت جوز الهند. أصبحت الآن جاهزة. نضعها في برطمان معقم وجاف ونساوي سطحها ونضع عليه رشة من زيت جوز الهند حتى نحافظ على سطح مرن أثناء فترة التخزين. نمسح جوانب العلبة ونغلفه بنايلون غذائي ونغلق بإحكام حتى تبقى محافظة على جودتها أطول فترة ممكنة. اعتمدت هنا على زيت جوز الهند لأنه يمد الجسم بالأحماض الدهنية التي تساعد على إعطاء الجسم الطاقة الفورية، ويساعد على تقليل الشهية ويدعم المناعة. نقوم بتكرير نفس الخطوات السابقة مع بقية الخليط. يمكنكم صنع كمية مناسبة لكم وحفظها لأشهر واستخدامها وقت الحاجة. زيت جوز الهند أيضاً يدعم صحة القلب، وذلك بالاستخدام المعتدل له الذي يساعد على رفع مستوى الكوليسترول الجيد HDL. الآن سنحضر زبدة الكاجو والفول السوداني. سنكرر نفس الخطوات والمقادير. ستحصلون على طعم جديد وتوليفة مميزة من هذا الخليط. نقوم بحفظها بمكان معتدل الحرارة وجاف.
نقوم بفردها على توست محمص مع قليل من مربى التوت أو العسل، والاستمتاع بها وقت الإفطار بجانب القهوة. أرجو أن تكون وصفة اليوم إضافة جميلة لمطبخكم. أسعد بتعليقاتكم الطيبة. لا تنسوا الإعجاب وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.